ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم الرغاي الزنان اللي مش بيبطل كلام، يوسف شريف. حلقتنا النهاردة عن شوية حاجات زي التسامح مثلا والاستغناء، ممكن شوية حاجات تانية يعني ما يجرش. فيلا بينا. شد كرسيك أو في ظهرك على كنبتك أو ريح على البين باج بتاعك يا انتربرنور بتاع الستارت اب. كوباية الشاي بلبن أو النسكافيه كاكا في واحد أو حتى كوباية قهوة، وأهلا بيكم يا باشوات ويا هوانم في حلقة جديدة. واحد اتنين تلاتة والحكاية ورواية. أوكي، دلوقتي تعالوا نتخيل حاجة سريعة كده. أنا جيت عرفت شخص ما فجلس في النادي في خروجة في أيا كان يعني، وبقينا صحاب بسرعة، واللي هو عارفين الناس اللي احنا في أقل من شهر دي بيبقى اوريدي دخلنا في الحتة بتاعت إن هما عارفين حاجات عميقة أوي عننا، عارفين حاجات يعني صح. عندنا صحاب في المدرسة ما كانوش يعرفوها يعني example يعني، ما إلى ذلك. عدت سنة بقى، أنا بقول لكم في شهر بقينا صحاب قريبين، عدت سنة بقى وبقينا أقرب خلق الله في بعض، وفجأة بلوت تويست درامي سيبنا بعض. طب ليه بحس بشعور إن أنا لسه محتاج هذا الشخص رغم إن هو قرر إن هو مش محتاجني؟ ببساطة أوكي، أنا كيوسف عندي احتياج لوجود صديق. حلو حلو. أو للمشاعر بتاعك إن في حد جنبي، حد بيسأل عليا، أو حد أقدر أروح وأجي معاه نتصرمح سوا. آه الفكر الاحتياج بتاع المشاعر ده أوكي، اللي هو عن اللي بيكافكوا جملة كان نفسي في صحابي. عارفين الجملة دي؟ أكيد حد فيكم قالها، أنا قلتها قبل كده في عادي يعني. الشعور ده اللي هو انا هعيش ازاي من غير من غير صاحبي ده، هعيش ازاي من غير صديقي ده اللي انا نازل طالع بيه ورايح بيه في كل حاجة، وانتي هتعيشي ازاي من غير صاحبك تيجي تحكي لها على كل حاجة كل يوم؟ مش هنعرف صح. بس سؤال، بما ان هو ده احتياج يعني، هو ده احتياج مصيري يعني اللي هو مقدرش استغنى عنه؟ الإجابة هي ولا. بمعنى ايه؟ آه أو إزاي بقى يعني؟ ببساطة حكم عن إن الإنسان كائن اجتماعي صرف، أوكي، إلا إن هو عنده أوبشن الحياة كالذئب الوحيد زي لون وولف، اللي هو تقريبا هي السيكا تقريبا. عارفين لما حاجة أوت أوف كونتكست يعني، على حكاية الألفا ميل والبيكا ومش عارف مين قالوا إن في سيكا اللي هو بره القطيع أصلا لون وولف ده. ما علينا ملناش دعوة، مش حكايتي. نرجع تاني، هي جاك على مخي بس كان لازم اقولها. بس حتى لو انت كإنسان قادر ان انت تعيش وحيد جنبه، يا عم انا مش محتاج حد في حياتي ومش عارف ايه، والعظماء يبنون انفسهم لوحدهم لكن الفشل يعدون وقتهم مع اصحابهم على القهوة، الهبل ده كله يعني. بس هل انت تقدر تعيش من غير ولا اكل او شرب او لبس او مسكن؟ لا. وده منطقي، لكن هل ده معناه بقى إن إحنا نروح نعيش في قصر ذو جدران شاهقة وينتهي بينا الأمر زي رابنزل يعني مثلا في الآخر؟ اتخيل إنك تبقى رابنزل، مش هيكون الموضوع حلو صح؟ خصوصا إن أنت شعرك مش طويل، محدش هيقولك محمود نزل لي شعرك، فاهم كده؟ ندخل اللي بعده. طب سؤال بقى سريع، هل الاستغناء أوكي زي الفقد مثلا يعني؟ بما ان احنا حلقتنا تعتبر يعني ان انت تستغنى عن الحاجة يعني، لسه هيك في انت فوق. آه الإجابة هي برضو لا، ما أعمل لكم إيه بقى، أعمل لكم إيه، حياتنا فيها حاجات كتيرة متشابهة متكررة يعني. معنى إن الفقد والاستغناء مش نفس الشيء، بس يمكن وركز على يمكن دي، إن أنت تتعامل معاهم بطريقة متشابهة.
طب هو ايه الفرق ما بين الفج والاستغناء، غير ان الاستغناء هلاقيكوا النهارده والفج كان ليه حلقتين في اول البودكاست، تلاقيهم الحلقة الرابعة والخامسة لو انا فاكر صح يعني كده. الفج او الفجان هو خسارة شيء او شخص ما بدون ارادة او علم منه، بسيطة اهي. طب والاستغناء ايه بقى؟ الاستغناء هو التخلي عن شيء او شخص ما، لكن عن قصد وبالدافع التحسن. حلو اوي. طب ايه التشابه بينهم يا ترى؟ اكتبي معايا سكة كل. الاتنين فيهم حزن وفراق، فيهم شوية ندم على شوية إحساس بالذنب، ورشة إنكار على معلقتين إحساس بتغير الحياة من حوالينا، ويا ريت الحياة ترجع تاني إنك مش هتعرف ترجع. جال الملخص يعني. لكن حتى لو بعيدا عن المفاهيم العلمية، أوكي، وعن وصف كشيف شربيني اللي فاكر دي، الفقد سلبي والاستغناء إيجابي، سيمبلي كده. وأبسط مثال على ده هقولهولك دلوقتي وهتقتنعوا كلكم ومفيش حد هيعترض. ليه؟ عشان أنا اللي ماسك المايك وبتكلم. لو أنا جيت قلتلك إن أنا ضيعت المحفظة بتاعتي، هتحس إن أنا متضايق، سيمبلي يعني باينة. أجي أقولك يا عم إيه يا يوسف مالك ضيعت المحفظة، بس أنت أوريدي حاسس بالسلبية داخل عليك. جنون عني أنا يعني أوكي إنها شخص سلبي، لكن كان تحس إن في موضوع سلبي، المحفظة ضاعت. لكن لو جيت قلتلك إن أنا رميت المحفظة، هتحس ان انا عملت جعل اقناع كام، اصل انا برضه ما وصلتش لدرجة الجنون إني ارمي محفظة. كيف لو جيت تقول لي ايه يا يوسف عملت ايه النهارده مش عارف ايه، اقول لك يا عم رميت المحفظة. كده هتحس ان هو عملها بمزاجه، بس هي دي فكرة يعني. فالفضل بيكون حاجة مش بإيدينا، حاج كوفر الله بعد الشر يعني، او حج تعب، او حج سافر، راح يعمل راح يعيش بره مثلا، احنا فقدنا هذا الصديق بسبب ان اللونج ديستنس اي حاجة في الحياة تفشل وما إلى ذلك يعني. لكن الاستغناء هو ان انت هتسيب الحاجة بإرادتك. كوباية مكسورة هترميها خلاص، حتى لو ليها ذكريات للعمر والعالم معاك، لكن هترميها. انت هترميها منطقي بس كده. طب ثانية، هو احنا ليه ممكن نستغنى عن حاجة أساسية؟ ببساطة عشان احنا مش محتاجين ليها، أو عشان الاستغناء عنها أكتر إفادة من الاحتفاظ بيها. زي إن أنت مثلا تتخلى عن آه علاقة توكسيك عشان صحتك النفسية أهم، أو إن أنت مثلا تستغنى عن شغلانة مقابل شغلانة ممكن تكون أقل منها في المرتب مثلا، لكن قريبة منك جنب البيت مثلا، واللي هي هتكون ميزة. فاهم الفكرة؟ كده وغيرهم أمثلة كتير بقى. طب هو الاستغناء سهل أصلا يعني تعالوا كده نتكلم بالبلدي بقى، أوكي بقى الكلام المنمق اللي أنا قاعد بقوله بقالي ساعتين ده. الاستغناء أصلا سهل؟ لأ. مفيش أو لأ بقى هنا لأ. رغم كده فهو أحيانا كتير قوي بيبقى ضروري. مش بس ضروري، آه بيكون أساسي إن أنت تكمل حياتك في هذه النقطة يعني. في حاجات أنت لو ما استغنيتش عنها في حياتك أوكي هتقتلك بنفسها يعني، سيمبلي كده. وهنا انا بتكلم عن ابسط حاجات بالمناسبه. اوكي، أه هقول دلوقتي مثال تافه قوي. حلو. ولدرجه ان في ناس منكم هيقولوا له إيه العبط اللي هو بيقوله ده، ما تشوفوا في ايه إيه اللي في دماغه ده مش عارف ايه. دلوقتي انت لو عندك سكينه، حلو، لسبب او لاخر صدق، هترميها منطقي. في ناس ممكن ما ترميهاش ليه؟ السكينه دي كانت حلوه مش عارف، كان حاجه جايبها لي جايه مش عارف، هيخليها عنده. مع الوقت اوكي الصدر ده بيسيب علامات، بيعمل كذا بيعمل كذا، حاجة هيجي هيقطع بيها بالغلط، حاجة هيعمل حاجة، حاجة هيسوي حاجة، تقع تخبطها بتكفك، تقع على رجلك تنزل تفتح رجلك بالصاجة اللي فيها، فتتلوث الجرح تموت. تحكوا لنا كان دي حسبة بعيدة أوي إن حد يكون عنده سكينة وصاجة ويحتفظ بيها. أيوة لكن ده موقف بسيط يعني. اعمل إسقاط للموقف ده على أي حاجة تانية في حياتك. شخص انت عرفته، بنت انت حاولت ترتبط بيها، اوكي طلعت توكسيك، حلو. انت قلت طب انا مش هقطع علاقتي معاها عشان احنا برضه عشنا ذكريات حلوه وما الى ذلك، بس
هتبقى هي عاملة زي السكينة المصدية كده، اوكي، مع أول خبطة منك غير محسوبة، اوكي، هتنزل ونزلك وبالحظ بس كده تنزل تفتح رجلك هتموت انت فيها. بس يا مسج واحدة بس كده تك، انت هتكون قاعد في السيرك لمدة شهر قاعد بتعيط مش عارف تعمل حاجة في حياتك سيمبلي. وانا شفت ناس من دي في حياتي يعني، هي دي الفكرة. بالمناسبة يعني بما ان احنا قاعدين بنرغي في الاستثناء في الاستغناء وكده، مش الاستثناء، الاستغناء. الاستغناء ممكن يكون ان انت تسامح حد على حاجة، بمعنى ان انت تكون استغنيت عن دافعك السلبي تجاه الشخص ده، سواء من كره او زعل او حتى خصومة، يعني عشان تقدر تكمل حياتك. خصوصا لو الحاج ده واحد بتشوفه كل يوم، يعني اللي هو شريكك في الحياة، قريبك، مراتك كده، زميلك في الشغل، مديرك كده. ان الناس اللي احنا طول الوقت شايفينهم دول مش هينفع ان انت توقف حياتك، اوكي، ولا هينفع ان انت تقطع علاقتك بمراتك وانتوا عايشين في بيت واحد، يعني هتكون نجالة منك الصراحة، يعني الصراحة. ومش كل ده عشان ما عملتلكش مكرونة بشاميل برضه، ما كان جاي تقول لها اعمل ايه مكرونة بشاميل وانت داخل على البيت فاضلك 5 دقايق وانت هتجيب العيش، فاحنا بنتكلم في ايه يعني؟ يا الله. ما كان يلا بينا ندخل على الفقرة اللي بعديها بقى وأمر الله. اوكي، الكهرباء قطعت، نكمل في الحر. طب بمناسبة التسامح وكده يعني، وانا ليه لازم نسامح اصلا؟ يعني واحد شتمني وضايقني وطلع عيني اللي جابوني، ليه ما اخدش حقي منه واسفلته مثلا زي كده، او امسكه هينه في نص الشارع اخليه واقف عامل زي الكتكوت المبلول كده؟ ببساطة عشان التسامح بيريح الواحد من جوه على المدى البعيد، حتى لو مش هتكون راضي 100%، اوكي، في الأول في الموقف نفسه. لو انت متعصب ومش عارف ايه وحد يجي يقولك سامحه، سامحه ايه يا عم، ده كسر المراية ومش عارف إيه. يا عم سامحه، سامحه، مفيهاش حاجة يعني، هو خجاشها ما كسرهاش، انت اللي اتقفر يعني. يا عم لأ حقي ومش عارف ايه، سامحه بس. في الأول ممكن ما أكونش راضي، لكن على المدى البعيد هتكون تمام. وبالمناسبة هنا أنا مش بتكلم دينيا بس، يعني احنا كلنا عارفين ان التسامح مذكور، يعني ان هو التسامح دي صفة نبيلة يعني والكلام ده كله. بس انا بتكلم كمان عن تجربة شخصية. الكره حاجة تقيلة قوي على القلب ومبهجة. تخيل ان في واحد كل ما فيك يسمع سيرته تقوم شايتم ولاعن السيرك اللي جابوه. ايه على ايه كل ده؟ على ايه كل الكلام ده؟ ما كانش سندوتش وجهك السوري ما جابوهوش ليك قبل المحاضرة يعني؟ بس لا، نتكلم بجد. تجربة شخصية. أم انا انا في وقت ما كده، اوكي، كان عندي واحد من اصدقائي بعديها ما بقيتش حبه وكرهته. حلو. فجلت 10 سنين كارهه مثلا، حاجه زي كده، اوكي، كان ما بقناش نتقابل مش نتعامل، لكن انا كارهه. كل ما تيجي سك، القرف النيلة اللي عايز الحرق ده، ايا كان يعني. لحد ما وصلت النقطة اللي هو طب هو أنا مستفيد إيه؟ يعني أنا كشخص عملي عامة، فاللي هو أنا لو مش مستفيد حاجة فمش هعمل حاجة كده. انا مستفيد ايه من كوري لهذا الشخص؟ تعالوا نسميه محمد رسلان مثلا، اي حاجه. انا مستفيد ايه من كوري رسلان ده؟ ولا اي حاجه. طب ما انا قاعد بتعب نفسي بالحكه اللي هو كل ما كي سيرته هنرفز او محاولة ان انا اتجنبه لما اشوفه، او ان انا ابلوك السوشيال ميديا بتاعته لو ظهر قدامي او مش عارفه ايه. طب على ايه كل ده؟ يعني جاي معايا بايه كل ده؟ يعني هم في الاخر ما كانش امي برضه، فاهمين قصدي؟ انا اللي موتها بايدي ايه. لكن لا، هي الفكره نفسها هو ما عملش حاجه لكل ده. انا مش بحبه، جاسك مش بحبه. يعني بالمنطقيه كده فكرت ان عدم الحب يساوي الكره، بس فكرته بس. والموضوع مجهد بقى وحمل على المخ، لوج على المخ، كان انت كل ما بكيسي الشخص ده مش عارف ايه، او ان حد يجي في نص القصة وهو بيحكيها يبص لك كده وهو لسه بيقول اسم الشخص اللي هو هيعمل حاجة، هيقوم يكافح، هيكسر الترابيزة، هيحصل ايه بالظبط؟ على ايه كل ده؟ الدنيا مش مستاهلة اصلا ولا اي حاجة كده. بس لو هقول حاجة يعني، في
حالات قليلة ما تسامحش فيها، او من الاخر ما تسامحش على كل حاجة وخلاص يعني. لا يعني لو الموضوع هيبقى مؤذي ليك كعلاقة ما خطوبة او جواز يعني كده ومفيش اي امل خالص، يبقى سامح، اوكي مفيش مشكلة، وبعديها ابعد. عشان السماح عمره ما كان معناه الضعف، بس معناه ان انت العاقل في هذه المشكلة. عمر ما انت لو جيت تسامح حد هيقولوا الضعيف اللي مش عارف ياخد حقه، هو لا. في فرق ما بين ان انت سبت حقك، اوكي، وان انت استغنيت. معنى ايه؟ معنى ان انت سبت حقك ده معناه ان هو هم مش فارقة، يلا روح في جاهية كده. لكن ان انت سامحت او استغنيت عن حقك، اوكي، اللي هو خلاص حصل خير بقى كله يعني، روح انت في طريقك وانا هروح في طريقي كده. الفرق ايه برأيكم؟ يا عم روح بقى مش مشكلة، ههلا عن ابوك وابوك، اوكي، ان كان متضايق وحقك على فكرة ان انت تكون متضايق. أنا عمري ما قلت ان انت ما تكسرش مشاعرك، لا، لكن اوكي هتفضل باقي اليوم متنكد، حلو، وعاجبك فكر بقى اللي هو يا ريتني كنت مسكت الراجل ده فرمته مثلا، او يا ريتني كنت جربتها قلم مثلا بعد ما هي شتمتني وهزقتني قدام امي مثلا. هتفضل تفكر كده، اوكي، واللي هو الموضوع مش هيخلص والتفكير الكتير والغضب بيولد الكره، والكره بيولد اللوج اللي بيكون على الجسم كله ده. بس فعلى ايه كل ده يعني؟ سامح، اوكي، واعمل كل حاجة وابقى تمام. ان هو في الاخر لو انت ليك حق عند حد، حلو، واحد خبط لك حاجة او زعلك او حصل حاجة ما يعني، حلو، وانت ليك حق عنده وانت قررت ان انت مسامح في حقك ده او هتستغنى عن حقك ده، اوكي، فانت هنا انت اللي كسبت. مش هو بقى اللي هو مش هعمل الشخص ده او مش هجيله حقه بقى انا كسبته مش عارف، لا، انت اللي كسبت. انت تخيل ان انت اوكي كان في ايدك انك تاخد حاجة منه وانت قلت لا، خلاص يعني مش مشكلة يعني ما جاتش على دي. انت هنا الكبير، انت هنا العاقل، انت هنا الذكي، انت هنا الشخص الطيب، اوكي، اللي مقداره رفع لفوق، مش الشخص الضعيف ولا الشخص التافه ولا الهفا. فاهم قصدي؟ هي دي الفكرة. واخيرا وصلنا لعنوان الحلقة. ليه بقى؟ اوكي، بعد كل ده أبغض الكمام عند البني آدم الجليد؟ ببساطة عشان احنا زي ما قلتلكوا 100 مرة قبل كده، كائنات عاطفية. مش بيهون علينا ان ذكرياتنا مع الشيء ده تروح، سواء كان مج مكسور او شيك بين حد من صحابنا اللي استغنينا عنهم او اللي استغنوا عننا. الحكاية كده كده مش سهلة، وخصوصا في عالم الاونلاين ميموريز اللي احنا فيه يعني، حيث معظم ذكرياتنا بتكون قدامنا طول الوقت تقريبا. فبيكون الحل الأكتر صحة إن احنا نمسح كل ده، ما يفضلش حاجة قدامنا، مش عشان نهرب بقى، لكن عشان لو قدامي الكلام بتاع صاحبي ان احنا هنفضل طول العمر صحاب بعد ما بطل ان هو يبقى يعرفني يعني، اكيد هكرهه وهكره نفسي حتى لو كنت سامحك وصفيت نيتي وقلبي تجاهه يعني. انا عن تجربة حاجة اوت اوف كونتكست يعني، عن تجربة ان انا شفت ناس، اوكي، آه عشان يموف اون من علاقة هو مش قادر يموف اون بسبب ان الشك موجود. كده امسح الشك، روح اعمل كليك، عارف ان هو صعب. انا لسه عامل ديليت من فترة قريبة وكان صعب جدا، سنة ونص أو سنتين من الكلام، والموضوع مش بالبساطة دي. كمان أنت بتمسح فقرة كاملة من حياتك، في ذكريات وضحك وعياط وكل حاجة ممكن تتخيلها كانت موجودة، لكن أنت مش قادر تعيش. لو أنت قادر تعيش مع الشك موجود مفيش مشكلة. لو أنت كده تجمل لي 100% إن أنت ولا هتكره الشخص ده ولا هتتضايق منه ولا هتحس إن هو انا يا ريتني ما عرفت الشخص ده ولا يولع في جاز، لا. النهايات اخلاق، ومش بتكلم في الجواز بس ولا في الارتباط عامة، النهايات كل حاجة اخلاق. حلو، انت جيت رحت شغل مش عارفة ايه، تطلع تمام، تطلع من غير ما انت اللي هو يا عم لا الشركة تتحرق ومش عارفة ايه، ليه كل ده ليه؟ كانوا مشغلينك عادي يعني. حد بقى صاحبك فاكر حتى لو اسبوعين بعديها قرر ان هو العلاقة دي متلزموش، هو غلطان ما يقارناش، وحقك ان انت تزعل وتتضايق وتتعصب وتعمل كل ده.
بس اللي مش من حقك اوكي انك تيجي عليه ان هو يروح يتحرق بكاس ليه؟ كان عندك واحد جه ومشي عادي، انت عندك 100,000 شخص بيجوا وبيمشوا في حياتك، جاك على ده ممكن يكون فترة صعبة في حياتك، أنا مقدر لكل ده، بس في حاجات في حياتنا احنا بنجيها أكبر من حجمها لمجرد اللي هو إن احنا بنكون ساعات حاسين إن احنا في موقف ضعف. معنى إيه؟ بمعنى إن أنت لما عارفين حاجة افتكرتها، يعني كويس إن أنا افتكرت إن أنا أتكلم عليها. السؤال الشهير بتاع أنت اللي سبكيه ولا هو اللي سابك؟ ده أكبر سؤال. أوكي، يعني بيختبر إن أنت هي كده. تلات أرباع الناس أوكي اللي أنا شفتهم بيجاوبوا على السؤال لا أنا طبعا اللي سبت، وهي بتقول أنا طبعا اللي سبت كده، وهو أنا اللي سبتها كمان. أنت بتتكلم في إيه؟ طب ما إيه اللي هيحصل لو هي اللي سابتني؟ إيه اللي هيحصل؟ ما خلاص الحكاية خلصت وأنا مش هستفيد حاجة. لو انا قلت ان انا اللي سبتها فجأة، هل هي هترجع لي كده اللي هو انت ازاي تقول كده؟ احنا كان المفروض نفضل مش لا. طب احنا استفدنا ايه عشان كرامتك يعني؟ هو كرامتك هتكون في مين فيكم اللي قرر ان هو هيسيب الاول؟ ما هي مش مسابقة. ما هي لو كده اوكي، يبقى اسرع يعملوا سباق بقى ما بين اي اتنين متجوزين، اسرع حد فيهم هيروح للمأذون الاول عشان يطلب ورق الطلاق يعني كده. عمرها ما مشي كده يعني. وفي الآخر يعني الاحتفاظ بالوردة حتى يختفي حمارها، وكسب أوراقها، وككش حتى تجمد، والحصر عليها حتى لو لألف عام لن يعيدها نظرة جميلة مرة أخرى. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة، أرجو إن هي تكون عجبتكم يعني بشكل أو بآخر. عشان أكون صريح معاكم، دي كانت أكتر من حلقة يعني. التسامح دي كانت المفروض هتكون حلقة، وأبرد كمان عند البني آدم الجليد دي كانت هتكون حلقة تانية، ودخلت معاهم كتاب تالت كده يعني. بس النقطة إن هو أنا لقيت إن الماتيريال بتاع التلاتة دول قليل، مع كل واحد يعني ما يقدرش يعمل حلقة لوحده، وقريبين من بعض، وجات نناقش بكرة مع بعض حلو يعني. بمناسبة الكتاب وكده، الحلقة دي أوكي يعني مش استنتاج، لكن شوية من أفكار كانت من كتاب فن الاستغناء أوكي المهندس محمد عثمان. أوكي لو عايزين ابحثوا عن الكتاب أوكي هو متوفر، شوفوه روح هيعجبكم، وفي شوية حاجات لذيذة يعني كده. المهم هنا خلصت حلقتنا أوكي، أرجو إن هي تكون عجبتكم أو استفدتوا حاجة أو ضحكتوا على أهلي يعني، حتى لو مستفدتش اضحك يعني مفيش مشكلة. وطبعا حتة الدعوات مش هنساها يعني. ربنا يسعد أيامكم دايما، ويقلل ألمكم وأحزانكم قدر المستطاع، يجعلكم دايما في راحة بال واطمئنان، ما تشيلوش أهم أي حاجة. يقرب منكم الناس الطيبين، ويبعد عنكم السوء والأذى وكل من شاكلتهم يعني. يخليكم مع شخصكم ونفسكم اللي خلقكوا بيها، ربنا حبب خلقه فيكم بسببها، ويخليك عندكم القدرة على الاستغناء عن أي شيء مؤذي أو ضار في حياتكم أوكي، ويعدي ألم الفقدان مرور الكرام عليكم من غير ما يقعد كتير، ويخليكم دايما كده أصحاء مسامحين، قلبكم نقي مفهوش كره ولا فيه حاجة سلبية يعني. دي كانت حلقتنا النهاردة، وكان معاكم الرغاي الزنان اللي بيبطل كلام يوسف شريف. واحد اتنين تلاتة، وجي الحكاية وجي الرواية، وبس كده.